ريفيرونار من نولو كان حربوشة باش يسكتوا ويريدوا لهي وينسي وتوانسة بالمشكل حقاني في عليه الكرة التونسية تعاني وياسين حمزاوي راك تغير مدرب ما يعنيش انك بديت في الاصلاحات وكورتك ما عادش باش تعاني وكي تهبط بوست على الفيسبوك تطلب في السماع. الجمهور التونسي ماهوش باش ينسى على العام هذا اللي خليتوه يعاني تيم من الاخر وكانك على ريفيرونار قال لهم من المجموعة ناقصة كواليتي اللاعبين محليين امور تكوين ناقصين والجمهور التونسي ماهوش مستعد باش يستنى باع وروح. حاجات اللي من الاول كان في باله بهم وسمع بهم وهو بيده ماهوش راقد على وذنيه ويعرف اللي الكرة التونسية فيها مشاكل كبيرة امور ملعبية امور تكوين امور تنظيم امور اداري كل كرة تونسية بصفة عامة فيها برشا مشاكل وبرشا خور ومازال خور خاطر هما برشا حاجات مازلنا ما نعرفوهمش شنو صار وشنو ما صارش الفلوس وين ماشيه ووين ماهيش ماشيه شنو صار في التكوين شنو صار مع الفرق شنو صار مع المنتخب الفضايح اللي صارت في كاس العالم والفضايح اللي سمعنا شويه منها في كاس افريقيا غير انه جماعتين تعديوا على المونديال على الفضيحه اللي عشناها على الخمسات اللي كليناهم على النتائج الكبار اللي كليناهم على 3 خساير والناس مبيت الحس مالي الدار ما يشوني كانوا ما صار شيء اسكت متهبط حتى بيان التايمينج بتاع ريفيرونار هاكا فرد مرة هبطوا بيان برجوع الدور التونسي ورجوع السوبر التونسي خاطر عارفين اللي الجمهور التونسي في ما ينسى رجعوا له الدور التونسي تو يركز مع الفريق نتاعو وينسى المشاكل واللي صار مع المنتخب التونسي في المونديال وفي كاس العرب وفي كاس افريقيا وكيما ديما نفس الكاسات وروبولوت كاس افريقيا الجايه ولا كاس العرب الجايه ولا مونديال الجاي نفس الحكايه باش تعاود نفس الموضوع باش يتعاود معانا باش نقولوا ويا اي سي المره هذه باش تصح المره هذه عملنا تحضيرات باهيه المره هذه عندنا مجموعه باهيه المره هذه كنا متصدرين المجموعه نتاعنا وترشحنا لكاس افريقيا ولا كاس العالم الاولى في المجموعه نتاعنا يعني داخلين كاس العالم بثقه زايده يعني باش نعملوا كاس عالم باهيه ولا كاس افريقيا باهيه ولا كاس عرب باهيه ومن بعد نخرجوا يا من الدور الاول يا نفوتوا الدور الاول نخرجوا من اول ماتش فماش هذه انك توصل بعيد وتحلم باللقب ولا توصل للدور الثاني وتوصل ابعد وتوصل المرحله اللي عمرك ما وصلتها لحياه في حياتك ولا تعاود تتويج اللي من 2004 وانت ما توجتش بيه ماهيش تصير ويزيونا من الصدف تصدف مرة 2 3 تتعدى الأول في المجموعة نتاعك كما في الرسم وقت حك ركايب وقت الكورة تبمبي سير تيران وقت الناس دا محضرة المسابقة هذه عندها عوام وتدخل انت معها محضر لها عندك شهرين تقولش من بعد شبيني انا فشلت ولا شبي كافير عملت اكسبلوا كبير خاطر كي تشوف كافير راه مشروع المدرب نتاعها عام 2020 ولا تشوف انت كونغو ديمقراطية مع سيباستيان دي صابر كيف 2022 دي المشروع معاه كافير اللي الناس مركزة مع كاس العالم كافير عاملة انجاز في كاس افريقيا وقتها وصلت للثمن النهائي ومرة وصلت لدور الربع نهائي يعني نتائج اللي قاعدة تحقق فيهم توا ما جاوش صدفة وما جاوش بالفارغ ونفس الكلام يخص المغرب نفس الحكاية محمد الوهابي جاي قبل شهرين من كاس العالم محمد الوهابي راهو عنده 4 سنين ساعة يخدم المنتخب المغربي للشبان راهو عنده 4 سنين يتبع ويشوف و4 سنين قريب من وليد الركراكي يعني مش صدفة تحط في المنصب هذاك وعوض وليد الركراكي مش صدفة اللي قاعد وصل له مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي وحتى المجموعة اللي عنده ما هم الصدفة طالعين شوفتي مشروع محمد السادس كيفاش تبنيه وعلاش صار وكيفاش بديه راهو بديه من بعد خيبة 2002 ما مشاوش المونديال خيبة 2006 ما ترشحوش المونديال خسروا نهائي تونس 2004 وقتها جا الملاك نتاعها 2010 دشن الأكاديمية تاع محمد السادس داروا على المغرب الكل اختاروا صغار اللي هم 60 صغير بنيوا عليهم مشروع على 12 عام القدام وثمر 47 من 60 هذوم يلعبوا في الدوريات المحلية 13 منهم خرجوا يحترفوا في أوروبا باش يوريك إلي مشروع نجح مشروع مكلف صحيح تكلف لهم 16.8 مليون يورو خاطر بنيو مدارس وبنيو مطاعم وبنيو مراكز ترفيهيه في السونتر هذا الاكاديميه محمد السادس اما ناخذ بارادو كمثال ما عنديش فلوس باش نستثمر 16.8 مليون يورو على اكاديميه على الكوره نعمل نفس المشروع على نطبع الخطوه اللي عملتها بارادو اللي هي تفاهمت مع اكاديميه اللي جي ام جي انها تصير شراكه بيناتهم يتاوم بيناتهم دفع 600,000 يورو استثمر 600,000 يورو والنتيجه جات من بعد 10 سنين شوف انت بن سبعيني بوداوي عطال
برشا ملاعبية خرجوا من الأكاديمية تاع بارات، ونفس راه الأكاديمية هذي GMG باش ما نفوتكش بالحديث، موجودة في الكوت ديفوار، موجودة في مالي، موجودة في أنغولا، في آسيا كيف في تايلاند، في برشا بلدان. يقول القايل علاش مش في تونس؟ علاش ما جاتش الأكاديمية هذي في تونس؟ استثمرت وقالت اللي خليني نبدا الأكاديمية في تونس، نلقى حل مع الفريق من الفرق التوانسة ونعمل معاهم مشروع. فما حتى فريق تونسي حاب يدخل معاك في مشروع كيما هذا، واغلبية الفرق التوانسة ماذا بال تستحفظ على اولادها وماذا بال تستحفظ على الأكاديمي نتاعها، على خاطر فما ديزاكاديمي يدخلوا فلوس، غير الأخباب الآخرين اللي صايرين في ليزاكاديمي وفي اللي جو نتاع الفرق الكل. كل توانسة فما خور كبير بالحق برشا راهي الكورة في تونس نحكيو كتكوين، هذا اللي خلينا العوام الأخرى ال20 سنة الأخرانيين مانيش قاعدين نخرجوا في ملاعبية عندهم ما يسمح لهم إنه يخرجوا يحترفوا في أوروبا، إنهم يعملوا مسيرة كبيرة من الآخر وعلى الآخر، ويخلي ملاعب التونسي لبرا راه ماهوش مطلوب برشا. نحكي في الدوريات الكبار، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، ماهوش مطلوب برشا، وحتى إسبانيا ماهوش مطلوب برشا راه ملاعبي تونسي. مطلوب في تركيا، مطلوب في بلجيكا، يمكن سويسرا، يمكن في في الدنمارك، يمكن في النرويج، يمكن. أما ال5 دوريات الكبار صعيب برشا، صعيب ياسر زاد. يقول قايل توا شنو هو الحل؟ شنو هو لازمنا نعملو باش نخرجوا من الأزمة هذي، باش نخرجوا من المشاكل هذي، باش نخرجوا من الكارثة هذي؟ شنو هو لازمنا نعمل؟ راهو المشكل مش انك تجي تنحي على الشخص تحط في بلاصتو شخص اخر اللي يمكن يكون كيفه ولا اتعس منه، وذاك شنو صار. يعني الوجوه تتبدل اما الاغلاط هي بيدها. الكل قارين عند فرد مدب، والكل القارين، والكل تمشي بنفس السيستم، والكل تخمم بنفس التخمام، والكل نفس الحاجه. يعني ريت يشد كرسي ما عادش حاب يخرج منه، يشد كرسي يدخل معاه صاحبه، يشد كرسي تبدا المزيات، او يجيب فلان او يجيب فلتين او خدم هذا او حط هذا مدرب للشبان او حط هذا مساعد مدير رياضي ولا مدير فني، اللي هذه اول مره في حياتي نسمع بها. او حط هذا كيف او حط تصورت المنتخب التونسي اللي اقل من 16 سنه تلقى فيه 3 و4 مدربين، معناتها مدرب 4 مساعدين. قال شنو خلاهم خليه يخدم معاه، عنده شويه مشاكل، عنده شويه ظرفيات، خليه يخدم معاه. راهو نحكيو مع كل احتراماتي للملاعبيه قدم اللي قدموا الكره التونسيه، اما انك تحكي على تدريب ما مش قاعدين يقدموا بالكره التونسيه، قاعدين يوخروا بالكره التونسيه واكثر من نسم راهو من غير ما نحكيو عليهم. انك تو تحب تصلح وتطور، اكيد لازمك تطيح كل شيء وتجيب ناس اكفاء وتكون صريح مع الجمهور التونسي، تقول لهم اسمعوني راهو عشنا عوام ظلام، راهو عوام راهو قاعدين نخلصوا فيهم توا، عوام السوء التسيير قاعد تخلص فيه الكرة التونسية. توا رانا جايين توا على مشروع باش نطيحوا كل شيء ونعاودوا نبنيو. يا ناس راهو هكا وهكا وهكا وهكا، راهو باش يصير هكا وهكا وهكا، راهو اصبروا علينا، راه فماش نتيجة في ليلة ونهار. يعني إذا أنت تحب تطيح وتعاود تبني لازمك تحضر جيل جديد، تبني على جيل جديد، تطلع جيل جديد، تحاول تصلح في أمور تكوينها. فما عندنا مشكل أكبر اللي في تونس ما فرقوش مدربين توانسة بين مكون اللي هو فورماتور وبين مدرب، راه ماهوش كيف ما يقبلش بعضه الشيء. غير كيف الثورة زادة في وكلاء اللاعبين اللي خذاو قبل وشراو قبل الكارتة من عند الجامعة القديمة، وكنت قبل تخلص 50 مليون تولي وكيل لاعبين، وتو تبدلت ولت تعدي كونكور فيفا وتست فيفا المفيد. كيف تعاود تصلح وتهدم خاطر برشا وكلاء لاعبين ضروا بالكرة التونسية، ومن بعد نقدموا بشوية نمروا للتلفزة اللي نعرفش الهايكا فيش تعمل. نعرفش أنا فماش قوانين خاطر فما بلاتوات راهو بركوها الكرة التونسية، عملوا اللي حبوا، هيجوا جماهير تونسية كيما حبوا وكملوا عاد يلعبوا على العاطفة هما ما شاء الله. ذوما بالرسمي راهم دمادم وعارفين راهو كل خطوة كيفاش يعملوا، عارفين وين ينزلوا وعارفين ايش يعملوا بالضبط. غير هما حاجات اللي سامحوني في الكلمة، غير البهام اللي قاعدة تتسربها قوة ربي. هذا علاش كورتنا عمرها ما تنجمش تقدم بناس كيما هاك. وليه المشكل اللي يزيد
يبهتك ويوقف لك مخك. اللي يسربيه في البهيمة تلقاه عنده بوست يخدم في الجامعة كمدرب، ولا كمساعد مدرب، ولا كمدير رياضي، ولا كمدير فني. وتقول لي انت نحب نقدم بالكرة التونسية ونطور ونطلع بالكرة التونسية ونحب نشوف روحي نتوج بكأس افريقيا، نحب نشوف روحي نمشي لبعيد في كأس العالم، نحب نشوف روحي نكور، نحب نشوف روحي العالم يشيخ علي. كيفاش؟ كيفاش؟ مشكلتنا في تونس راهو غير هذا، مشكلتنا في تونس زادة لاعبين القدم اللي بطلوا الكورة، اللي ماشي في باله كي بطل الكورة أول حاجة قدامه باش يكون مسير، وانه هو النيفو متاعه وقرايته وصلها حتى للسنة السادسة ولا حتى للكوليج، ويحب يكون مسير ويحب يسير فريق ولا يسير في منتخب. ه- هذه من المشاكل اللي عندنا. راه 80% من الملاعبات التوانسة ما تعرفش تسير. من الاخر نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا. و80% من الملاعبات التوانسة بركوا الفرق نتاعهم، سواء الدرجة الأولى الثانية الثالثة ولا حتى هو 80%. ال20 هذوكم اللي خرجوا لبرا وعاشوا لبرا وشافوا الكورة كيفاش تجرى لبرا وكيفاش تصير كورة برا وجاوني شوية وكعطاو شوية، ورغم اللي ذاك راهو كلالو عصا اللي نفدوا وخرجوا وبعدوا ومشاو وما عادش حبوا يخدموا في الكورة التونسية، وبرشا راهو برشا ملاعبين. هذا علاش من الحاجات اللي ضرونا في الكورة التونسية، وبالسيف وفي بالو كي بطل الكورة لازم يكون مدرب. هذه كيف مشكلة. خلي عاد اللي يكون فيه هذاك من غير ما نحكي، خلي عاد اللي كونوه من قبل ما غير ما نحكي، وخلي عاد اللي كان يعطي الشاهد أتعس وتعسين من مختار تليلي يوسف الزواوي والقائمة طويلة ياسر، وتو مازالت يجي يحكي لك على الكورة في باله مازالت الكورة كيما عام 80. كلام 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 وكهو واقف غادي. هاني قلت لكم تصلح الكورة التونسية لازمك تحط ناس أكفاء. حط شو تاخذ نموذج نتاع جيرانك، المغرب، الجزائر، تمشي حتى تبعد نموذج نتاع اليابان. اليابان من وقتاش كانت الكورة سبور معروف عندها، ولا من وقتاش كانت الكورة حاجة كبيرة عندها. حطوا مشروع، خدموا عليه، بناوا جيل باهي وقعدوا ينافسوا بيه. أمريكا كيف أستراليا نفس الموضوع. أكثر من بلاد حاطت مشروع كما نقولوا على 20 عام، 20 عام مشروع هذاك ثمر، طلع لهم جيل بي، وصلوا بيه لبعيد في كاس اسيا، كاس امريكا، كاس العالم. اليوم الكؤوس ماناش ما مش خير منا وماناش خير منهم، ناخذهم هما كنموذج، نتبعوهم هما، نحاولوا نتقربوا من الناس اللي ساهمت في تطوير الكرة عندهم، ونزيدوا لي نحن. يا ما دام في فما ناس مازالت تخمم انه خليني في الكرسي هذايا و وعين رات وعين ما راتش، ويجي ندخّل هذا، واللي يبكي في التلفزة نجي نعطيه دور، واللي يقول حاجة في التلفزة نجي نحطه كمدرب ولا كمساعد مدرب، أي ناخب وطني ولا حاجة. موضوع ساهل في تونس. مادام منتصر الوحيشي ولا كان ناخب وطني، مادام قيس اليعقوبي وصل ناخب وطني، مادام ماهر كنزاري وصل ناخب وطني، مادام برشا أسامي وصلت نهار من نهارات حطت ولات ناخب وطني تونسي في السي في نتاعو، عنده انه درب المنتخب التونسي. شوف الكلام موني. اخر كلمه نقولها، شو نقول لك، ربي يصبرنا وربي معانا وربي يعطينا القوه. ذا الكل انت تعرف في بالك بيه وزايد ما جبتش حاجه جديده. اما اذا بالحق تخمم من انه تشوف كورتنا نهار من نهارات تتقدم وتولي كيما جيراننا، ولا تولي كيما منتخبات اللي من حد شيء عملت اسم، لازمك تمشي بالكلام. من الكلام اللي قلته على الأقل فما حاجات منهم، فما باهي فيه اللي لازم يصير في الكرة التونسية. من الآخر أما كان باش تبقى على نفس الوضعية ونفس العقلية ونفس الحاجات، كورتنا عمرها بالعمر ما باش تقدم. وباش نختم بحاجة، ما حكيت على النقاط الكل وما حكيتش على الجمهور التونسي، خاطر الجمهور التونسي زاد عنده دور كبير، دور كبير في المشاكل اللي وسط الكرة التونسية، على خاطر عنا عقلية فريقي جمعيتي قبل المنتخب الوطني. هذه زاد مشكلة، راه مشكلة نعانيو منها في تونس ولا غالب. كيفاش رسخوها وحطوها في مخاخ توانسة، في فئة من الجمهور التونسي، لازمها تتصلح.
شوفوا منتخبات أخرى في العالم الكل، عندنا ذي مشكلة عندنا نحن برشا زاد. شوفوا منتخبات أخرى لو تلقى عندهم ب30 و40 فرق، 10 منهم فرق محبوبة على الآخر في بلدانهم، أما نهار اللي بلادهم تكوّر وتلقاهم في استاد، تلقاهم لابسين مايو لبلادهم، مش لابسين مراو الفرق نتاعهم. نقطة وارجع للستار، ونهاركم زين.